الطريقة تبقى باينة. اهو هاخد اول طبقة وادهنها سمنة وزيت. لو عايزة تعملي بزبدة مفيش اي مشكلة، لو عايزة تعملي بسمنة بس برضو مفيش مشكلة، بس ما ينفعش بزيت بس، هينشف معاكي الجلاش. لازم سمنة وزيت. يعني لو عندك زيت لازم تزوديه شوية سمنة. يعني دهنت برضو الحشو كده بالشكل ده على طول الجلاش. كشكش اهو بالشكل ده. يعني الطبقة دي تبقى كده فاضية، وبعد كده ألفها كده فوق الورق الحشو اللي أنا حشيته، وبعد كده ألم الجناب من هنا ومن هنا، وهحطها مقفولة بالشكل ده في الصينية. الصينية عندي مدهونة سمنة وزيت برضو.
وارص الطبقات الجلاش اللي انا عملتها معاكم. بصوا برضو هلف واحدة تالتة معاكم. كل ده عشان انا بس عايزة اوريكم ازاي بتتلف بكل سهولة، يعني مش صعبة خالص. بس اهم حاجة يكون طازة الجلاش زي ما قلت لكم كده، عشان ما يتقطعش معاكي. بصوا يعني هتبقى سهلة معاكي. بصي اهو، اهي، بس كده سهلة جدا. خلاص كده خلصت الكمية اللي عندي كلها. طبعا الكمية دي مش دي بس، انا عندي كمان صينية صغيرة هتشوفوها معايا ان شاء الله. هجيب السمنة والزيت برضو اللي باقيين عندي، وايه ارشها على وشها كلها كده، يعني كلها تتزقي بالسمنة والزيت اهو. الزيت يا بنات طبعا بيورق، بيخلي الجلاش مورق معانا، والسمنة بيدي طعم للجلاش. هدخلها فرن، طبعا الفرن تبقى على الرف الاولاني من تحت كده في الفرن، ولما تتحمر اطلعها تاخد لون بسيط تحت الشواية. بس طبعا تخلي بالك عشان ما تتحرقش منك، عشان بتتحمر بسرعة من فوق. وادي كمان الصينية التانية اللي قلت لكم عليها، طلعتها من الفرن بالشكل ده بقيت واتحمرت واخدت اللون الذهبي الجميل. واسقيه على طول بالشربات بارد، يعني الجلاش يبقى سخن والشربات يبقى بارد. الشربات ما عملتوش معاكم لان انا عاملاه قبل كده يعني على القناه كذا مره، وعاملاه من قبل رمضان وجاهز عندي. الشربات كوبايتين من الشربات وكوبايه ونص كده او كوبايتين ميه، يبقى الشربات تقيل مش خفيف يا بنات. واسقيها كويس واغطيها وتسيبيها بقى تتشرب براحتها خالص وتبرد، وتاكليها بألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟ الجمال. هنحطها بقى في طبق التقديم بعد ما الشربات. بصوا ما شاء الله ما شربش زيت ولا سمنة ولا أي حاجة، خفيفة وجميلة، ولا شربات ولا حاجة. عايزة تزينيها زي ما أنا بزينها كده طبعا براحتك. ده شوية كده من جوز الهند، لو عندك فستق سوداني أي حاجة، يعني الحاجة دي ترجع لك انت للتزيين. اتمنى الوصفة تكون خفيفة كده عليكم وتعملوها ان شاء الله وتجربوها بالشكل ده. وهو تغيير، بنحاول نغير من وصفاتنا ونغير برضو على سفرتنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي الغاليين. افتحوا كده من جوه تشوفوا التوريقة، بصوا طريقة ازاي ما شاء الله من جوه. وصل نهاية الوصفة، اقول لكم حبايبي ما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.